النهارده جايين نتكلم سوا عن الزعيم، مش ده ولا ده. النهارده هنتكلم عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. بنقول لهم وانتوا ولاد 60 كلب. الحقيقه ان جمال عبد الناصر هو من اكتر الشخصيات اللي عليهم جدل كبير جدا. انا شخصيا ما كنتش اعرف هو وحش ولا حلو، عشان كده خلينا نغوص في اعماق الزعيم النفسيه ونحلل بيئته وشخصيته ونفهم تصرفاته ونعرف هو كان بيفكر ازاي. فخلينا نرجع ورا شويه، لا اكتر من كده، اكتر 15 يناير 1918 في حي بكوس بمدينة اسكندرية اتولد الطفل جمال لأب موظف بسيط شغال ساعي بريد، أصله من محافظة بني سويف لكنه كان بيتنقل بين المحافظات، وده اللي خلى جمال يتولد في اسكندرية في بيت بسيط تابع لسكن الموظفين في حي بكوس. جمال كان الابن البكر، الفرحة الأولى لأبوه وأمه، لكن الفرحة دي ما استمرتش كتير، وده بسبب الأحداث اللي حصلت في نفس السنة اللي اتولد فيها جمال. عندك مثلا انتهاء الحرب العالمية الأولى بخسارة دول المحور اللي كانت منهم الدولة العثمانية اللي مصر تابعة ليها، ده غير انتشار الانفلونزا الأسبانية، وده وباء من أخطر الأوبئة في التاريخ، مات فيه حوالي 50 مليون إنسان في الوقت ده، وده رقم مهول. منور. وفي وطننا العربي الدولة العثمانية بدأت تضعف، وده فتح الباب لبريطانيا وفرنسا انهم يبدأوا يقسموا الدول العربية عليهم، خصوصا بعد رسم الحدود باتفاقية سايكس بيكو. يعني اللهم صل على النبي، وشك كان حلو علينا قوي يا زعيم. بهزر طبعا، لكن اللي اقصده ان كل الاحداث دي خلقت جو عام من التوتر في الشارع المصري وقتها، ودي الفترة اللي المفروض يعيش فيها جمال طفولته، فكان دايما شايف في البيت حالة من القلق والتوتر، شاف ناس بتموت عشان الاستقلال في ثورة 19. كل ده خلق جوه جمال من بدري احساس دايم بان الدنيا مش امان، وخلى الجانب الاكبر من شخصيته يميل للاقتناع بان الدنيا دي عباره عن شخص بيظلم وشخص بيقاوم. خلي بالك الموضوع ده اثر في شخصيه جمال جدا بعد كده، وخلاه دايما شاكك في اللي في ايده السلطه ومش واثق فيه، خصوصا كمان لما والدته ماتت وهو صغير، وده اللي انتزع اخر قطرات الامان من الطفل جمال عبد الناصر. 1936 جمال انهى دراسه المرحله الثانويه ودخل كليه الحقوق جامعه القاهره اللي كان اسمها جامعه الملك فؤاد الاول وقتها، لكنه ما كملش الترم الاول فيها حتى، لان كان حلمه دخول الكليه الحربيه اللي كان شايف انها المكان الوحيد اللي ممكن يغير الواقع من خلاله، لكنه اترفض لما قدم اول مره، وده لان ابوه مش باشا ولا عنده واسطه. لكن فجاه تقرر الدنيا تضحك لجمال وتحصل معاهده 36 اللي كان من شروطها زياده عدد الضباط المصريين في الجيش، فتفتح الكليه الحربيه ابوابها لاول مره لطبقات جديده من المجتمع، ويلتحق جمال بالكليه الحربيه. لكنه لما يدخل ما يلاقيش اللي كان مستنيه، الجيش كان وقتها مليان فساد ومحسوبيه، وده اللي خلاه يحس ان الجيش محتاج تطهير، واللي زرع جواه فكره التنظيم السري او اللي اتسمى بعد كده باسم الضباط الاحرار. واثناء رحلته العسكريه اتطورت عند جمال رغبه في القياده والتحكم كنوع من تعويض الاحساس بالعجز اللي حسه في طفولته، والرغبه دي هتنعكس بعد كده على جمال الرئيس اللي هيكون مش بس مكتفي بحكم مصر، لكنه هيحاول يكون الزعيم الاوحد للامه العربيه بفكره القوميه اللي كان متبنيها. فاكر لما قلت لك ان جمال ما كانش عنده ثقه في اي سلطه؟ الاحساس ده كبر جواه جدا، خصوصا بعد حرب فلسطين اللي هو نفسه شارك فيها، وشاف ان الهزيمه جت من خيانه السلطه نفسها، وعشان كده بقى عاوز يسيطر على كل حاجه بنفسه. تمر هندي. جمال ما كانش مندفع زي السادات، وكان دايما كاريزمته في هدوءه، لكن الصراع الحقيقي كان بيدور جواه. جزء منه عنده قناعة انه بيعمل كل ده عشان الشعب، وده حقيقي، لكن في نفس الوقت كان عنده شهوة خفية للسلطة، وشايف نفسه القائد الوحيد اللي يقدر يغير. يعني جمال كان عنده نرجسية وطنية، وكان دايما شايف نفسه ضرورة مش رفاهية، وده اللي كان دايما مخليه ياخد قرارات فردية بدون رجوع لأي حد، وما كانش أبدا يحب المعارضة أو إن حد يقوله لا. النرجسية الوطنية دي خليته ياخد قرار شجاع جدا زي تأميم قناة السويس، لكن هو برضه اللي جاب العدوان الثلاثي على مصر، اللي لولا تدخل امريكا والاتحاد السوفيتي كان زماننا اتعملنا كفته. ولما برضه خد قرار دخول مصر حرب اليمن بدون رجوع لحد، واستنزف مصر اقتصاديا وعسكريا لمده 5 سنين وبدون حتى ما يكون في خطه خروج. ناس كتير من اللي حواليه حذروه من الدخول في حرب زي دي، لكنه اتهمهم بالتخاذل وفضل مكمل لمده 5 سنين وهو شايف ان هو بس اللي صح. ومش بس كده، ده على الرغم من الاستنزاف اللي كان حاصل للجيش المصري وقتها،
إلا إن في 1967 جمال أعلن التعبئة العامة للجيش وطرد قوات الطوارئ الدولية وهدد بإغلاق مضيق تيران، وده اللي خلى إسرائيل بمعاونة أمريكا وكذا دولة تانية اقتصادها هيتضرر من قرارات جمال تضرب مصر ضربة قاضية وتحتل سيناء بالكامل في 6 أيام. الفكرة إن وقتها كل العسكريين الحقيقيين قالوا لجمال إن الجيش مش جاهز، لكنه فضل مستند على الشعارات والهبة الكدابة اللي صنعها لنفسه وسط الأمم، وده اللي انفجر في وشه وفي وش كل المصريين بتمن رهيب. بعد الهزيمة جمال أعلن تنحيه، لكن الناس طلعت في مظاهرات تطالب برجوعه، وده اللي عزز جواه فكرة إن أنا ورغم كل شيء لازلت البطل الوحيد الممكن. وفي النهاية جمال هو إنسان أثرت عليه بيئته والظروف اللي اتواجد فيها. ناس كتير قالوا إنه كان عنده تعاطف وإحساس داخلي بالفقراء، بعض المقربين منه وصفوه بإنه كان دائم الإحساس بالوحدة حتى وهو في قمة المجد. يمكن ده بسبب وفاة أمه وهو صغير وعدم تواجد أبوه اللي كان دايم السفر بين المحافظات بحكم شغله. جمال حس بالظلم والعجز والقهر في حياته، وده اللي خلاه دايما ما يثقش في كلام أي حد غير نفسه، وده برضه اللي خلى مصر تدفع تمن غالي من دم ولادها ومن تراب أرضها. وبس، سلام.